اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكره نحيت الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. مسحراتي في ليالي السماح، منقراتي وطبلتي بجناح، ونغمي يلف القلعة والسيدة، والدنيا زي العيلة معيدة، ونغمي يلف القنطرة والعريش. وعشت يوم فرحان بإني أعيش، ونغمي يدوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم يا رب الايام بخير. عايزين نشجع بعض بقى كده. قلت ايه؟ احنا كل يوم بنعمل حاجة، انا كل يوم بعمل حاجة. النهاردة بقى كان التلاجة، ولازم افرح نفسي وافرح ولادي بالبيت. فبعمل بمسك كل حاجة ادور عليها، ما اخليش ولا حاجة لما الحمد لله تبقى نظيفة. ليه؟ يجي عليا الشهر ان شاء الله اكون مرتاحة وكل حاجة نظيفة ومرصوصة، يسهل عليا الدنيا بدل ما الدنيا بتتكركب. انتوا عارفين والله العظيم الواحد مش عارف يخلص، الواحد زي ما يكون واقع في وحلة كده ومش عارف يطلع منها. الحمد لله رب العالمين. مسكت طبعا الرفوف كده، حطيت حب اوكسي، اللي هو اوكسي ده ريحته حلوه قوي بصراحه، اللي هو نسيم الشرق، حب ريحته في تنظيف البيت قوي. وحطيت حبه خل، وغسلت بقى ايه الرفوف زي ما انتم شايفين كده. وطبعا بذكر نفسي واياكم، طبعا زي ما بننظف البيت كده، زي ما ننظف قلوبنا من جوه. لان ما ينفعش طبعا، انت عارفه ان انت البيت لما ينفع هل تبقي غاسله السجاد وبتاع وتفرشيه على تراب ووسخ؟ لا، ما ينفعش. لازم الاول ننظف ونمسح وبعد كده نفرش. كذلك قلوبنا، فلازم ننظف قلوبنا دي، ننظفها من اي حاجه، والله غل، حسد، اي حاجه. لا والله نستغفر ربنا كده، واللي عمل حاجه يتوب عنها. قبل ما يجي رمضان لازم الواحد ينظف قلبه خالص خالص، ويستقبل الشهر الكريم عشان ربنا يتقبل منا. وطبعا كان اهم ليله النصف من شعبان، بترفع فيها الاعمال. الواحد طبعا يدعي بكل شيء بحاجه، ويخلي نيته صافيه، يقول له يا رب انا قلبي نظيف اهو من ناحيه اي حد والله. لان بيقول لك 2 ما يطلعش عملهم طبعا، منهم الايه؟ المتشحنين. يا رب ما يجعلنا منهم. يلا نضفنا كده بقى الرفوف، سيبناها كده تتصفى، ورحنا ايه بقى للتلاجة. هننضف بقية الرفوف ونروح التلاجة. كنت سبتها حبة شوية كده، بصراحة بقيت يعني مش قادرة اقول لكم على منظرها. الحمد لله منظرها بعد ما نضفتها حسيت بالفرق والله العظيم. حسيت ان انا ايه، عارفين، حسيت ان حاجة كده كانت على قلبي واتشالت. الحمد لله رب العالمين. الواحد والله يا جماعة ما بيخاف من ان اي حد يخونه في البشر دول كلهم. اوعوا تحطوا في دماغكم ان حد يخونكم ولا لا، الواحد بيخاف من خيانة صحته. يا رب ما تحرم حد يا رب من صحته يا رب. اسوأ شيء في الدنيا ان الواحد يتحرم من صحته. فالحمد لله رب العالمين ان الواحد بيقوم ويمشي على رجله، والله دي النعمة الوحيدة. ربنا ما يحرمنا ولا احنا ولا انتوا يا رب. غسلنا ظهر التلاجة بقى حلو كده، تنظيفة حلوة. بصوا بقى تحت التلاجة بقى عامل ازاي، يعني ما شاء الله بقى حاجة كده مش قادرة اقول لكم منظر يفرح.
قلت لا ادلق حبه بقى حبه ميه باريال كده. نبوش الدنيا شويه وبعد كده نمسح. بس الحمد لله عشان الواحد يعني ايده في الحاجه، فما بتلاقيش يعني حاجه تعذبك او حاجه تقعدي تدعكي فيها او كده. لا لا لا، ببوش حبه كده واروح مسحه، بيبقى زي الفل على طول. اهو كله بقى زي الفل. والله النظافه يا جماعه حلوه قوي، النظافه بصراحه احساس رائع كده ما يتعوضش. تنظيفات رمضان دي يعني مش قادره اقول لكم، بعملها بفرحه والله. بيبقى تعب بس بعملها بفرحه. الرفوف نشفت خالص اهي، بقى ناخدها ايه، نحطها في التلاجة. التلاجة ما شاء الله بقت زي الفل اهي. حطينا بقى حبة الحاجات اللي هم اللي عندنا دول، لسه بقى اروح السوق واكمل بقى حاجتي ايه واحطها في التلاجة. دول حبة حاجات كانوا عندي في التلاجة حطيتهم، واما اجيب الحاجات بقى ابقى احطها رصها في المنظمات. هنا عندي هرسة الشطة دي اهم حاجة، والبرطمانات غسلتها طبعا، اللي فيها بقى اي بهارات اي حاجة بخاف تسوس بره فبحطها. كده خلصنا، وكل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الأيام بخير.